السلام عليكم. النهارده هنحل تمارين الكميات القياسية والكميات المتجهة في كتاب الامتحان. أول سؤال عندي بيقول لي أي من العبارات التالية تعبر عن كمية أساسية قياسية. قلنا قياسية يعني بكتفي بالمقدار بتاعها. دلوقتي احنا عارفين إن الوزن يعتبر إيه؟ لابد إن أنا أعرف الاتجاه، يبقى دي غلط. وكذلك الإزاحة قال لك اتجاه هنا يبقى غلط. طاقة الحركة برضو بالاتجاه، والكتلة بكتفي بمقدار الكتلة. تاني حاجة بيقول لي من أمثلة الكميات الأساسية المتجهة، أساسي ولكن متجهة، يبقى لا إما كتلة لا إما إزاحة، تمام. ولكن هو حددها لي متجه يبقى لازم اتجاه. قلنا ألف وب غلط، اتجاه والإزاحة احنا عارفين إن هي أساسي. نمرة 3 أي من العبارات التالية تعبر عن كمية مشتقة متجهة، تمام. يعني ايه مشتقة؟ مشتقة بتيجي من قانون، ومتجهة يبقى فيه اتجاه. أولا درجة الحرارة ده قياسية، الإزاحة متجهة، احنا عايزينها مشتقة متجهة، يبقى على طول نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 4 تسلق فأر حائط مسافة 4 متر ليبحث عن غذائه ثم عاد لنقطة بدايته، فإن الإزاحة عاد لنقطة البداية يبقى صفر على طول. نمرة 5 عداء قطع إزاحة مقدارها 50 متر شرقا ثم عاد 100 متر غربا كما بالشكل. المسافة مش قد ايه، 250 و100 يبقى 350، يبقى نمرة ألف على طول. ايه الإزاحة؟ هو انتهى فين؟ انتهى هنا كده. عاوز الإزاحة هو الخط المستقيم ما بين نقطة البداية والنهاية من 100 يبقى ده 150 متر، خلاص كده تمام. طيب المتر 150 متر ده شرق ولا غرب؟ هو كده رايح تبع الشرق، احنا في ال 250 دولت كان قالك ايه؟ شرق. الرجوع 100. انا دلوقتي لما شطبت ال 100 دي، هل المتبقي خط الشرق ولا خط الغرب؟ خط الشرق، يبقى المتبقي 150 شرقا، نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 6 تحرك جسم من موضع A تمام إلى الموضع B ثم غير اتجاهه إلى C، فإن المسافة المقطوعة 6 و8 يعتبر 14 متر. نمرة ألف إزاحة الجسم بتساوي إيه؟ إزاحة الجسم هتبقى من نقطة البداية للنهاية اللي هي AC. لحد كده تمام؟ تمام. فين ال AC؟ يبقى ب غلط وده الغلط، لا إما ج لا إما ألف. ومربع الستة ومربع التمانية وناخد لهم الجذر هيطلع لنا المقدار ده 10، تمام. يبقى نمرة ج على طول. نمرة 3 المسافة ومقدار الإزاحة عندما يعود الجسم إلى الموضع A خلال نفس المسار. خلال نفس المسار يعني الطريق اللي مشى عليه، يعني هو راح هنا كام؟ 6 وبعدين 8 14 وبعدين رجع 8 وبعدين رجع 6، يبقى 28 وكام وصفر، يبقى نمرة ج. ليه؟ لأن طالما راح ولف لفته ورجع نفس النقطة يبقى إزاحته عبارة عن صفر. نمرة 7 الشكل المقابل يمثل مسار حركة جسم على محيط مضلع منتظم، فإذا علمت أن طول ضلع كل من الأضلاع 10 متر فإن إزاحة الجسم تساوي قد إيه؟ إزاحة الجسم من A إلى H عبارة عن AH، يبقى HA ده غلط، يبقى نمرة ب غلط ونمرة د غلط، تمام كده؟ تمام. طيب إزاحة الجسم هتبقى 10 لأن هو الخط الواصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية عبارة عن 10. تاني حاجة المسافة المقطوعة بواسطة الجسم، أدا كده ضلع 2 3 4 5 6 7 يبقى 70 متر. نمرة 8 في أي من الحالات يكون مقدار الإزاحة أكبر؟ هنا الإزاحة مقدارها كام؟ هنا الإزاحة مقدارها 2 وهنا 5 وهنا الإزاحة 7 وهنا الإزاحة 2، يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 9 في الشكل الموضح تتحرك سيارة في طريق منحني، فإذا كان مقدار الإزاحة الكلية 2 كيلومتر فإن المسافة التي تتحركها السيارة من الممكن، واحنا بنعرف الإزاحة قلنا هي الخط الإيه؟ المستقيم ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية، واحنا أخدنا في الرياضيات إن الخط المستقيم أقصر طريق ما بين أي نقطتين. بيقول لك لو عايز تقتصر المسافة شوف الطريق إيه؟ شوف الطريق المستقيم، تمام؟ فبالتالي الإزاحة هنا هتكون أقل، فتكون المسافة إيه؟ الرقم الأكبر من 2 كيلومتر هنلاقيه اللي هو 3000 متر، تمام. محدش يختار دي ليه؟ لأن هنا وحدة المتر يبقى دي غلط، تمام كده. يبقى نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. نمرة 10 سقطت كرة مطاطية من ارتفاع 50 سنتيمتر وظلت تتحرك لأعلى ولأسفل في مكانها، عايز المسافة الكلية التي قطعتها. هي مشت كام؟ كده 50، هذا 50 وبعدين راحت 30 ونزلت 30 يبقى 60، دي المرة الأولى زائد
راحت 10 ونزلت يبقى 20. 20 و60 80. 80 و50 130 يبقى نمرة ب هي الإجابة الصحيحة 130 سنتيمتر. طيب ايه الإزاحة؟ الإزاحة هي الايه؟ نقطة النهاية فين؟ نقطة النهاية اهي. ونقطة البداية فين؟ نقطة البداية اهي. المسافة ما بينهم قد ايه؟ 50. وفين لأسفل يبقى نمرة أ هي الإجابة الصحيحة. نمرة 11 بيقول الشكل البياني يمثل العلاقة ما بين الإزاحة دي والزمن t لجسم يتحرك في خط مستقيم. عايز المسافة التي قطعها الجسم بتساوي لي قد ايه؟ ده معناه مشى قد ايه؟ هو هنا بدأ من الصفر مشى لحد ايه؟ 6 متر. يبقى هنا كده 6 متر. هنا بمرور الوقت كانت المسافة واحدة، يعني كأنه وقف. تمام، ما اتحركش لحد كده. تمام تمام. بعد كده بيقول لي هو مقدار مشيه للمسافة بدأ يقل من كام لكام؟ من 6 ل 2. يعني هو تناقص في المقدار بس هو مازال بيمشي بمقدار كام؟ 4 متر. يبقى هنا 6 و4 كام؟ 10 متر. هو دلوقتي المسافة أنا ماشية بشوف هو مشى قد إيه. مشى 6 متر وبعدين وقف شوية وبعدين هو فضل ماشي. تمام، ولكن المشي بتاعه بقى هو بدل ما كان ماشي سريع بدأ يمشي بطيء. تمام، خلاص كده. بيقول لي بقى إزاحة الجسم، نقطة البداية فين؟ أهي. ونقطة النهاية فين؟ نقطة النهاية عند الاتنين. يبقى مقدار الإزاحة 2 متر. نمرة د. نمرة 12 شكل بياني يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم. المسافة الكلية التي قطعها الجسم خلال 10 ثواني تساوي قد إيه؟ هنا دي كده 10 ثواني. هو هنا كده مشى قد إيه؟ مشى 8 متر ووقف. تمام، وبعدين مشى من 8 لحد 16 يبقى هنا 8. وبعدين هنا كمان 8 وكمان 8. 8 في 3 يبقى 24. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 13 دور الجسم على محيط دايرة فإن مقدار إزاحته يكمل دورتين. طالما ذكر رقم صحيح يبقى صفر على طول. لف ورجع مكانه، الإزاحة صفر. نمرة 14 بيقول لي إيه؟ بيقول لي مقدار إزاحة جسم يتحرك حول محيط دائرة خلال ربع دورة بتساوي مقدار إزاحة الجسم خلال 3/4 دورة. وطبعا إحنا شرحنا النقطة دي. نمرة 15 بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين إزاحة جسم يتحرك في خط مستقيم والزمن. فإن الإزاحة للجسم الكلية بتساوي قد إيه؟ الإزاحة للجسم الكلية هو هنا كام؟ نقطة البداية أهي. ونقطة النهاية فين؟ أهي. فين؟ عند سالب 10 متر. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. طيب نمرة 2 المسافة التي قطعها الجسم تساوي قد إيه؟ إحنا متفقين إن هي بتكون رقم صحيح. هو هنا قطع كام؟ هنا قطع 20 وهنا قطع 30 يبقى 50 متر. يبقى نمرة أ. بعد كده نمرة 16 يتحرك جسم على محيط دائرة نص القطر بتاعها باي. فعندما يقطع 75% من الدورة يكون مقدار إزاحته قد إيه؟ إحنا اتفقنا إن المقدار 75% كأنه بالظبط الإزاحة. الإزاحة هنا كأنه ماشي في ربع دورة. هنرسم كده أدا ار، أدا هنا باي وهنا إيه؟ باي. يبقى هنا كده الجذر التربيع الباي تربيع زائد باي إيه؟ باي تربيع يبقى 2 باي تربيع وهنا الجذر يبقى جذر 2 وهنا باي. تمام، يبقى الإجابة جذر 2 باي هنلاقيها نمرة ج. طيب نمرة 17 يدور جسم على محيط دائرة نص قطرها r فتكون النسبة بين المسافة التي يقطعها مقدار الإزاحة خلال نص دورة. تمام، المسافة احنا عارفين اللي هو المحيط 2 باي r. 2 باي r ده كده ايه؟ ده كده المحيط. نص المسافة يبقى باي r. طيب والإزاحة احنا عارفين الإزاحة اللي هي تبقى 2 r. عايز النسبة ما بينهم يبقى الار مع ار يبقى باي على 2 نمرة ج. وناخد بالنا من المصطلحات، جايب ايه الأول وعايز ايه اللي في البسط وايه اللي في المقام. نمرة 18 يتحرك جسم على محيط دائرة القطر بتاعها كام؟ 4. يبقى الار عبارة عن 2 متر. فإن المسافة المقطوعة ومقدار الإزاحة عندما يكمل دورة كاملة يبقى الإزاحة هتبقى بصفر. يبقى ج غلط وده الغلط، يا إما أ لا إما ب. طيب دورة كاملة قلنا ايه؟ قلنا اللي هي 2 باي ار يعني 2 في 3 و14 في 2 الكلام ده هيبقى ب 12. يبقى نمرة ب الإجابة الصحيحة. طيب بيقول لي لما يكمل دورة و75. بالنسبة لي هنا أنا عندي الإزاحة في 75 من الدورة بمقدار إزاحة ربع دورة. طيب مقدار الإزاحة هو قال لي إن هنا 2 وهنا 2 يبقى الوتر يبقى جذر 4 زائد 4 اللي هو جذر 8. الكلام ده ب2 جذر 2. تمام، يبقى لا إما أ لا إما ج. يبقى ب غلط وده الغلط. تمام، خلاص كده. طيب أنا عايزة مقدار الواحد 75 مضروبة في 2 باي في 2. الكلام ده هيطلع لي
في حدود ال 22 يبقى نمرة أ هي الإجابة الصحيحة. نمرة 19 بيقول لي في الشكل المقابل لو أنا عندي شخص اتحرك من نقطة A إلى النقطة E مرورا ب B و C و D عبر المسار، عايز الإزاحة. الإزاحة هي الخط الواصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. هنجيب نقطة البداية نحددها ونقطة النهاية وناخد خط مستقيم إيه ما بينهم. بعد كده عايز المقدار بتاعها، يبقى أول حاجة اتجاهها من A متجه إلى E، يبقى ده الغلط ويجي غلط، يبقى لا إما أ لا إما ب. طب هنجيبها إزاي؟ عن طريق هنا إن أنا عندي ده مثلث قائم من هنا لهنا أهي، ومن هنا لهنا أقدر أجيبها. هنجيبها عن طريق المثلث القائم. يبقى بالنسبة لل AC عبارة عن جذر 60 تربيع زائد 60 تربيع، المقدار ده بتساوي 60 جذر 2، ومن CE عبارة عن جذر 40 تربيع زائد 40 تربيع. تمام؟ ليه؟ لأن قلنا إن الخط الواصل ده عبارة عن ده زائد ده، خلاص كده، ما هو خط مستقيم، فهنجيب المقدار ده ونجيب كمان المقدار ده. بعد كده هنجمع الاتنين على بعض هيبقى 100 جذر 2، فهتبقى الإجابة نمرة أ هي الإجابة الصحيحة. المسافة المقطوعة بقى أنا مشيت 60 وبعدين 60 يبقى 120، 120 وكمان 40 يبقى 160 وكمان 40 يبقى 200، يبقى نمرة أ برضو هي الإجابة الصحيحة. نمرة 20 الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين مقدار الإزاحة دي للجسم يتحرك في مسار دائري والمسافة التي يقطعها، فيكون نص قطر المسار الدائري عبارة عن إيه؟ هنا العلاقة ما بين إيه؟ ما بين مقدار الإزاحة والمسافة. مقدار الإزاحة قالك إن هي إيه؟ دي. تمام؟ أنا عارفة إن الإزاحة بتبقى صفر فين؟ نقطة البداية، وهنا لما يبقى هنا تم إيه؟ دورة كاملة. خلاص كده؟ تمام. بيقول لي عايز نص قطر المسار الدائري. هنا كده يعتبر إيه؟ نص دايرة. هنا الإزاحة الكاملة عند النص الدايرة. أنا هستفاد إيه لما أعرف إن نص الدايرة دي؟ أنا عارفة إن المسافة هنا بتساوي باي. طب باي دي يعني إيه؟ باي دي مش أنا عارفة إن المحيط للدايرة الكاملة عبارة عن 2 باي آر؟ تمام. طيب أنا عارفة برضو إن في نص الدايرة يبقى باي آر، يبقى المقدار ده ملهاش دعوة بالإيه؟ بالدايرة، لا ده لها دعوة، دي يعتبر كمقدار، يبقى باي آر. إذا الآر عبارة عن 1 متر. تمام؟ خلاص، يبقى أنا هنا المعطيات كلها جاب لي الإزاحة وجاب لي المسافة، ولكن ما اداليش قيم غير للمسافة. طب أنا هستفيد إيه؟ أنا عارفة في قانون للدايرة بالنسبة للمسافة اللي هي قانون المحيط. طيب هو عايز نص قطر الدائرة، نص قطر الدائرة يعني عايز ار. طب أنا هجيب ار عن طريق إيه؟ عن طريق التعويض قوانين، والناتج اللي عطفولي هو جاب لنا بس هنا الناتج اللي هو الباي عشان يربخنا. بس طبعا ناخد بالنا من السؤال ده ونعلم عليه لأنه ممكن يكون موضع امتحانات. نمرة 21 بيقول لي الشكل المقابل يوضح حديقة دائرية الشكل، فإذا تحرك شخص بمحاذاة سور الحديقة من البوابة 1 إلى البوابة 2 فقطع مسافة 44، فإن أقصر مسافة بين البوابتين اللي هي 1 و3 هتبقى إيه؟ هو مشى بالمحاذاة يعني من هنا لحد هنا ماشي كده إيه؟ مسافة. عايز أقصر مسافة، يبقى أنا هنا هجيب عن طريق إيه؟ هجيب عن طريق الآر. طيب دلوقتي هو قال ال 44 دي عبارة عن ربع باي 2 باي ار، تمام، اللي هي نص باي ار اللي هي 44. إذا الار عبارة عن 88 على باي، فهنلاقي إن الار طلعت لي في حدود ال 28 متر. طيب هو عايز أقصر مسافة ما بين إيه؟ ما بين هنا وما بين هنا، يعني دي عبارة عن 2 ار، يبقى هناخد الناتج اللي احنا طلعناه ده ونضربه في 2 يبقى 56. ناخد بالنا وما نسرعش في الإجابة. بعد كده سؤال نمرة 22 الشكل البياني يمثل العلاقة بين المسافة والزمن الجسم يتحرك في مسار دائري، النص القطر بتاعه هو R، عند أي نقطة يكون مقدار الإزاحة، مقدار إيه؟ الإزاحة عبارة عن 2R. يبقى دلوقتي ناخد بالنا إن ده إيه؟ مسافة نكتب جنبها كده يعني ماشي على المحيط، ده ربع، نص، 3/4 دورة كاملة. لحد كده تمام. بيقول لي امتى يكون مقدار ازاحه 2 باي؟ لما يكون ايه؟ نص دوره. نص دوره يعني عندي نقطه بي، نمره ب. نمره 2 بيقول لي مقدار الازاحه عندما يصل عند النقطه دي يعني رجع لنفس النقطه يبقى صفر، يبقى نمره د على طول. نمره 23 ركب شخص دراجته من النقطه ايه
وتحرك شرقا مسافة 4.55 ثم اتخذ مسار دائري مركزه النقطة E حتى وصل إلى النقطة B جنوب A مباشرة، ثم بعد ذلك تحرك شمالا مسافة 1.8 كيلومتر حتى وصل النقطة C. عايز الإزاحة وعايز المسافة. تعال نرسم كده. أول حاجة بيقول لي اتحرك شرق أهو، خلاص لحد كده تمام، اللي هو 4.55. وبعدين بيقول لي اتخذ مسار دائري مركزه النقطة A. A ده يعتبر المركز، خلاص في اتجاه عقارب الساعة. الساعة بتمشي ايه لأسفل، يبقى خلاص نزلنا كده تمام حتى وصل النقطة B جنوب A مباشرة، يعني A و B الاتنين ما بينهم نص قطر. بعد ذلك تحرك شمالا مسافة 1.8 كيلومتر حتى وصل للنقطة E C. هو كده الرسم. يبقى خلاص أنا عرفت إن نص القطر هنا عبارة عن 4.55. عايز يعرف إزاحة الشخص من نقطة E هتساوي قد إيه. أولا أنا عارفة إن الإزاحة أو المسافة المتوفرة عندي 4.55 تمام، ناقص هو إيه جاي كده، والمفروض إن أنا عايزة المسافة دي ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يبقى ناقص 1.8. يبقى الكلام ده هتكون قد ايه؟ الفرق ما بينهم هو عبارة عن 2.75 كيلومتر في اتجاه الAC من نقطة البداية لنقطة النهاية تمام. يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. طب المسافة الكلية التي تحركها الشخص هتساوي قد ايه؟ أول مسافة تحركها لي هي 4.55. طيب تاني مسافة هي 1.8 زائد اللي هو ربع الدايرة. أنا دلوقتي عايزة مسافة، يعني ربع في 2 باي في الار حددناها 4.55. الكلام ده هيطلع لي بما يعادل 13.5 كيلو متر. هيبقى نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. نمرة 24 بيقول لي لو أنا عندي جسم اتحرك في المسار الموضح فإن المسافة التي قطعها ومقدار الإزاحة على الترتيب. هو مشى كام؟ مشى 1 3 و3، يبقى كده كام؟ 7. يبقى نمرة ألف غلط على طول. طيب إيه الإزاحة؟ هو الخط الواصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. هنجيبها إزاي؟ أنا هوصل ما بين نقطة البداية والنهاية. هل يا ترى ممكن أقسم دي لاتنين؟ لأ. ليه؟ لأن أنا مش عارفة هنا، أنا مش عارفة هنا العمليات لهنا، يعني دي الجزء ده قد إيه ولا الجزء ده قد إيه تمام. ولكن أنا ممكن أستعوض إن أنا هكمل ده هنا كده لحد النقطة دي، فيبقى مسيرتها هنا 1 متر، وأكمل ده هنا كده يبقى ده مسيرتها كام؟ 3 متر. يبقى 3 و4 الإزاحة المكملة لها في المثلث القائم كام؟ 5. يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نيجي بقى لتمثيل الكميات المتجهة. قلنا التعبير الصحيح للمتجه A وعليها سهم بيرمز لليمين. نمرة 26 الشكل المقابل يوضح عدة متجهات أي العلاقات الآتية صحيحة. العلاقات الآتية صحيحة إزاي؟ هتشوف كل علاقة وهل هي تنفع ولا لأ. أول حاجة ال A بتساوي ال B، ال A وال B الاتنين عكس بعض؟ لأ مش متساويين. نمرة ب ال A بتساوي سالب 2B، ال A لأسفل أهي، وفين ال B سالب الاتنين برضو. نمرة ب إجابة غلط. طيب نمرة ج ال E فين أهي، مالها بتساوي قيمتها نص السي، هي فعلا نص السي تمام. والسالب السالب ليه؟ لأن دي شمال والتانية يمين، فدي هتبقى معانا. طيب نيجي نشوف كده الرابعة عشان نأكد الاختيار. هنشوف الايه الأسفل، هل الايه كمتجه نص الدي؟ أيوه هو فعلا نصه، ولكن هل هو في اتجاهه؟ لأ. يبقى نمرة د الإجابة غلط. يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 27 هتساوي المتجهين أمتى؟ اتفقنا إن المتجهين بيتساووا لما يكونوا متوازيين ولو بنفس القيمة، يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 28 في الشكل المقابل قال لي زوج من المتجهات الموضحة متساوي. أي زوج؟ يعني أي اتنين متساويين. أنا عندي الكي والال الاتنين متساويين متوازيين، يبقى نمرة ألف على طول. أتأكد من الباقي. الام والان متعاكسين، ال والان لأ تمام، والام والكي لأ برضو لأن الاتجاه ايه مختلف. نمرة 29 في الشكل الموضح 4 متجهات تمثل كميات من نفس النوع، فإن أي من المتجه له أكبر مقدار يعني هنعد المربعات، ومن التوضيح كده يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. الجمع والطرح المتجهات بالنسبة بين مقدار القوى المؤثرة على السيارة بواسطة الشخص في الحالة الأولى ومقدار القوى المحصلة على السيارة بواسطة الشخصين في الحالة التالية. هنا 500 و300 في نفس المقدار، يبقى الاتنين متساويين تمام. يبقى نمرة ب هي الإجابة الصحيحة.
نمرة 31 محصلة المتجهين A و B في الشكل. طبعا احنا هنرتبها وهيبقى الاتجاه من A متجه إلى B، يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 32 الشكل المقابل يوضح عندي متجهين A B، فإن الشكل الذي يمثل محصلة الطرح، أنا عايزة أطرح للمتجهين B الأول ناقص A، هيكون إيه؟ أنا دلوقتي دي قيمة B وهنا ناقص A، يبقى نمرة ب هي الإجابة الصحيحة. طيب هنا B كده زائد، وهنا برضو A زائد، هنا A ناقص B، وزي ما اتفقنا إن هنا دي مش عملية إبدالية، في عملية الطرح الجمع هو العملية إبدالية فقط. نمرة 33 الرسم المقابل يمثل مجموعة متجهات الاختيارات الآتية صحيحة. أنا عندي C، فين C أهي، بلس B، فين B أهي، هل بيدينا E؟ أدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8، لا أول واحدة غلط. هل C اللي هي دي اللي هي الأربعة زائد كمان 2F يعني 4 هيدينا E؟ أيوه تمام، طبعا نفس المتجهات واقدر اجمع. طيب ده 6 والدي 1 2 3 4 بيدينا الاي، طبعا ده غلط لان هنا هتبقى عمليه طرح يبقى 2. هل الاي بلس الاف هيدينا الاي؟ لا طبعا لان المحصله هتبقى بزاويه ما بينهم، يبقى على طول نمره ب هي الاجابه الصحيحه، نمره 33. تمام. نمرة 34 قوتان تؤثران على جسم واحد، إحداهما F1 في اتجاه الشمال ومقدارها 9 نيوتن، و F2 أدا كده 9 نيوتن في اتجاه الشمال، و F2 في اتجاه الغرب ومقدارها 12، هنا 12 وهنا كام 9، فإن محصلة القوة هتبقى ايه؟ جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع، الكلام ده بيساوي 15، يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 35 قوتين ايه؟ متعامدتين، تمام، يخرجان من نقطة واحدة، عندي 8 و6 على الترتيب، أي الاختيارات يعبر عن محصلة القوة مقدارا واتجاها. أنا عندي واحدة 6 وواحدة 8، Fx 8 و Y 6، ليه؟ لأن هو ذكر Fx الأول، يبقى أول قيمة مذكورة هي عبارة عن Fx، يبقى 8 و6 إيه؟ نيوتن، خلاص كده تمام. عايز المحصلة، المحصلة عبارة عن الجذر التربيعي ل8 زائد ال6، هنا تربيع، الكلام ده هيطلع لي ب10 نيوتن، خلاص. تاني حاجة عايز الزاوية، الزاوية يبقى المقابل شيفت تان، يبقى المقابل على المجاور، المقابل 6 على المجاور اللي هو 8، المقدار ده بكام؟ ب75، شيفت تان 75 من 100 هيطلع لي 36 87 درجة. طيب المحصلة دي هل مع اف اكس ولا اف واي؟ طبعا زي ما اتفقنا ان الزاوية دايما بتبقى مع اف اكس، يبقى نمرة الف هي الإجابة الصحيحة. نمرة 36 في الشكل الموضح جسم يتأثر بعدة قوى، فإيه من الأشكال الآتية يعبر عن جسم يتأثر بنفس القوة؟ هنا محصلة القوة إيه؟ هنا اف هتروح مع 2 اف، يبقى يتبقى لي هنا كام؟ يتبقى لي هنا اف، هنا الاف مع نص اف، يبقى بقى هنا كام؟ نص اف. عايز بنفس القوة، أي جسم يتأثر بنفس القوة، هنا ده بالنسبة لي خلصان، وده هيكون هنا كده اف، وهنا بقى لي نص اف. لا، هل الشكل ده نفس الشكل اللي فوق ده ونفس الشكل ده؟ لا، يبقى ده غلط وده غلط. بعد كده هل ده نفس اللي فوق؟ لا، يبقى ج غلط. نشوف ده بقى، هنا هيبقى لي 2 على 3 على 2 من نص، يبقى بقى لي هنا كام؟ بقى لي هنا اف، و3 على 2 من اف، يبقى بقى لي هنا نص اف، يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 37 عندي سفينة تحاول التحرك في اتجاه الشمال، تمام، بسرعة 12، ثم تنحرف نحو الغرب بتأثير الرياح وبسرعة 15 كيلومتر على الساعة، تمام، فإن مقدار واتجاه السرعة المحصلة يبقى الاتجاه ده، يبقى الجذر التربيع ال 12 زائد 15 تربيع، يبقى هيكون 19 و 21 كيلومتر على الساعة. هلاقي د غلط وج غلط. عايز الزاوية، الزاوية هي الزاوية المحصورة ما بين هنا، ما بين ايه؟ اكس، المقابل لها كام؟ 12 على المجاور كام؟ 15، المقابل على المجاور 12 على 15، وبعد كده هنجيب شيفت تاني، المقدار ده هيطلع لي 38 66، يبقى نمرة ألف هي الإجابة الصحيحة. شمال غرب، لأن زي ما اتفقنا في شرح الاتجاهات قلنا ده ما بين الشمال والغرب اسمه شمال ايه؟ شمال غرب. نمرة 38 عندي متجه مقداره 5 وحدات ومتجه بي مقدارها 4 وحدات، مقدار المحصلة لا يمكن أن يساوي قد ايه؟ المقصود بالمحصلة ايه؟ المقصود بالمحصلة الناتج النهائي،
الناتج النهائي لعملية جمع أو طرح. تمام. فأنا ممكن أجمع الخمسة مع الأربعة طالما هو محددليش موضوعهم إيه، ففي الغالب هما الاتنين متوازيين، 5 و4 9. أو إن أنا هيبقوا الاتنين عكس الاتجاه، يبقى 5 - 4 1، يبقى لا إما 9 أو 1. أقصى حاجة عندي إيه؟ 9. ممكن بقى هما يبقوا كده مثلا، فهيبقى في قيمة مندرجة ما بينهم، هتبقى ما بين ال1 وال9. إنما مستحيل يكون إيه 12، هتيجي منين؟ ملهاش قيمة. تمام. يبقى نمرة د هي الإجابة الصحيحة. نمرة 39 في الشكل الموضح 4 قوى تؤثر على جسم فيكون مقدار القوى المحصلة والزاوية التي يصنعها مع الأفقي على الترتيب قد إيه؟ هنبسطها. 3 من 2 يبقى هنا اف، وهنا 3 من اف يبقى هنا كام؟ 2 اف. خلاص كده تمام. عايز المحصلة ما بين الاتنين، وطالما الاتنين متعامدين يبقى هنجيب الجذر التربيعي بتربيع الاتنين. تمام. خلاص يبقى الجذر التربيعي اف تربيع زائد 2 اف الكل تربيع، الكلام ده بجذر 5 اف تربيع اللي هو جذر 5 اف. بعد كده هجيب تان سيتا. سيتا هي المقابل على المجاور. دلوقتي انا عندي السيتا هي الزاويه اللي بتحصل لي على الخط الافقي لاكس، صح؟ طيب المقابل عندي كام؟ 2 اف على المجاور اف، يبقى 2 شيفت تان 2، يبقى الزاويه هتطلع لي ب 63 درجه. يبقى الاجابه هتكون نمره د هي الاجابه الصحيحه. السؤال 40 في الشكل الموضح 3 قوى تؤثر على جسم فيكون مقدار محصلة هذه القوى قد ايه؟ ناخد بالنا ان دولت 3 قوى، 3 ايه؟ قوى وليست قوتين، يعني دي ملهاش دعوة بالاتنين دي ولا دي. انا اول حاجة هجيب محصلة القوتين دولت لحد كده. تمام ماشي. اللي هو الجذر التربيع اف تربيع زائد اف تربيع اللي هي جذر 2 اف. بس قبل اما نجمع لازم نعرف محصلة القوى دي بتحصل لي قد ايه. طيب لما اجيب هنا الزاوية المقابل هنا اف على المجاور اف، يبقى الزاوية سيتا على طول كام؟ 45. طيب لما الاتنين يبقوا منطبقين على بعض يبقى عملية جمع، يبقى جذر 2 اف هنضربها في 2 يبقى 2 جذر اف نمرة ج.